بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي متابعي قناة ملعب مصر في كل مكان، حلقة جديدة ومعاكم سيف الدين وتفاصيل وتحليل مباراة السوبر الأفريقي، آخر سوبر. وزي ما متعودين هيكون معايا النهاردة في التحليل محمود. أهلا بيك يا محمود. أهلا بيك يا سيف، وأهلا بكل متابعي ومشاهدي القناة الجمال اللي هيكونوا معانا طوال هذه الحلقة، وهيدعمونا طبعا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلهم كل جديد، عشان نسعى لإبساط حضراتكم. طيب زي ما قلت كده آخر سوبر أفريقي. أتمنى محدش يسألني ويقول لي يعني إحنا هنعمل إيه بعدها. تمام. لأني ما عنديش فكرة، وأعتقد الكاف نفسهم ما يعرفوش. محدش يسأله عشان أنا لسه سأل السؤال ده. ما عنديش حاجة أقولها، وأنا متعودتش إن أنا ما أجاوبش على أسئلتكم، فما تسألوش السؤال زي ده يا جدعان عشان في إجابة عليه أصلا. بس هم عايزين يعملوا حاجة اسمها الدوري الأفريقي. تمام. آه فهنشوف. ده غير البطولة التانية اللي كنا عاملينها قبل كده، اللي الأهلي خرج منها، يعني ده حوار تاني. فبيقولوا دي بطولة هتكون أكبر شوية. تمام. خلينا بقى في موضوعنا احنا، في كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية. طب بداية يا محمود هقول لك تصريح آه ممكن يضايقك، فأنت هحلق لي عليه. أحمد دويدار قال لك رغم كل اللي بيحصل، الزمالك هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالسوبر الأفريقي، بحكم إنه كعبه عالي على الأهلي في البطولة. تمام. ولم يسبق الأهلي الفوز في مثل هذه المباريات. أسمع تعليقك. بالتوفيق للزمالك. تعليق محايد. ماشي. ما عشان ده أه دوري دلوقتي. هوضح حاجة، بس هو كان ده يقصد دوري. إيه ده دوري يا بموضوع كابتن. إن الأهلي. هو هو كان قال لك يقصد ان انت واخد 9 ماتشات، انت واخد 8 سوبر، والزمالك واخد 4، بس الفرق إنك أنت خسرت 3 لا لا، نهائيات، هو كان يقصد إن والزمالك خسر واحدة. كمان كان ماشي. يقصد إن الأهلي ماتش ما كسبش الزمالك الزمالك في معاه البطولة. 94 الماتش الوحيد، أيوة، ما هو يقصد إن الأهلي ما كسبش الزمالك في البطولة فالأهلي دي. خسر 1-0. ما هو ده المقصود. مهم. ف هو بيلعب بالتاريخ. تمام يعني. بيلعب بالتاريخ، والتاريخ في صالحه. ما تقدرش تلومه غير لما التاريخ يكون في صالحك. بالظبط كده. ف... فبالتوفيق. طيب الماتش هيتلعب في السعودية، اسم الملعب المملكة أرينا. طيب سريعا كده، كان من المقرر ان الملعب ده يكون اسمه بليفارد هول. تمام. لكن تم تغيير اسمه للمملكة أرينا، وافتتح امتى؟ مطلع العام الحالي. ده لا. طبعا بعد طب ثانية كمل. بس، بعد ما استخرج إنشاؤه آه، عدة أشهر. تمام. المملكة أرينا بيستضيف مباراة مين؟ فريق الهلال السعودي. ده مقابل إيه؟ 40 مليون ريال سعودي سنويا. تمام. بيدفعها النادي آه الأزرق يعني. طيب أول مباراة أقيمت على الملعب ده كانت بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي يوم 29/1 اللي فات. ده كان افتتاح كاس موسم الرياض الودية. الملعب حقق رقمين قياسيين سجلتهم موسوعة جينيس الأرقام القياسية، بعد ما بقى أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم وفقا لإيه للمساحة. وصلت لكام المساحة دي؟ 37,000
991 متر مربع. وبالمناسبة الملعب بيتحول أحيانا لمسرح، لحلبة مصارعة، وملعب تنس. طيب اتفضل يا محمود، قول كنت عايز تقول ايه وانا بتكلم. وبالمناسبة كمان هو الملعب ده كان بيتجدد، وبعد التجديد أول مباراة هتتلعب هي مباراة الأهلي والزمالك، وهيكون في حضور جماهيري بنسبة 95% من مساحة الملعب. هقول لك حاجة بس. المدرجات هم 25,000 اللي هيحضروا. هما الملعب كان بيتسع ل 18,000 وأصبح 26,000، ف25,000 هما اللي يحضروا. حصل. بس كده، ده رغم يعني إن كانوا قبل كده قايلين 30,000، بس طبعا الملعب ما يتسعش ل 30,000 أصلا يا جدعان. ما علينا. رئيس بعثة الزمالك هيكون حسين لبيب، ورئيس بعثة النادي الأهلي هيكون محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة. طيب. أم... طيب، جوميز رئيس مدير الفني قصدي للزمالك، قال تصريح كده في ام بي سي مصر 2: عند التحضير لأي مباراة نهائية يجب أن نكون مركزين في كل نقطة باللقاء، ويجب أن يبذل الجميع أقصى ما لديهم، لأننا سوف نواجه فريق قوي جدا. وكمل كلامه وقال آه كان مهما أن نصل مبكرا، تمام، للتعود على درجة الحرارة وكافة الأوضاع، وخضنا تدريبات كانت جيدة ومستعدين للصبر. كنت أتمنى تواجد أحمد فتوح بكل تأكيد، ولكن لدينا عدة اختيارات في مركز الظهير الأيسر، وحسمت قراري بشأن من سيشارك. هل عندك تعليق يا محمود على تصريحات جوميز، أو عندك تصريحات تانية؟ لجوميز، اه. خلينا نتكلم في مؤتمر جوميز تمام. ونقول إن هو قال إنه عشان تعرف تكسب الماتش الكبير لازم تركز في كل حاجة زي ما أنت قلت. كمان قال إن الزمالك السنة دي أفضل، ولعبنا ماتشين في أفريقيا، وقفلنا الصفحة اللي فاتت بالكونفدرالية والموسم انتهى، وبدأنا صفحة جديدة السنة دي نتمنى أن تبدأ ببطولة السوبر. وقال بالنسبة للجهة اليسرى احتمال أن نشرك فيها عمر جابر أو أي بديل آخر، فكل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للفوز بالبطولة، وأتمنى إسعاد جماهير الزمالك. تمام كده. أعتقد هو أه كشف الأمر، يعني كشف أمر الجهة. هقول لك حاجة لما نيجي بس عند قيمة الزمالك، ولكن عمر جابر كمان كان ليه تصريحات، هل عندك؟ آه تمام. عندي. عمر جابر قال إن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق في المباريات اللي زي دي، وبنتمنى فوز الزمالك، وكلنا هنعمل لإسعاد الجماهير البيضاء، والأوفر حظا هو اللي هيفوز. تمام. مصطلح الجماهير البيضاء على فكرة ليه معنى مهم، هو تقريبا كان يقصده، فكويس يعني كويس. طيب، طاقم التحكيم طبعا هو هيكون الحكم الليبي معتز الشلماني، والمساعد الأول برضو من ليبيا عطية محمد، ده مساعد أول، والتونسي خليل حساني هو المساعد الثاني. كمان الحكم الرابع في المباراة هيكون حكم صومالي، عبد القادر أردن. هل عندك تعليق على طاقم التحكيم؟ ما يعني انتوا جايبين إخراج أوروبي على أعلى مستوى، هتصوروا على أعلى مستوى، ايوه ايوه، احنا لسه هنتكلم في ده. هت
هتعرضوا الماتش على اعلى مستوى، ما جاتش على انك تجيب طاقم تحكيم اجنبي من احسن من اقوى الاطقم التحكيميه. تمام. ولكن يعني كل التوفيق للحكم. طيب كانوا سابوا علي كان طلع قبل كده وقال ان هو بيتمنى يسجل هدف في مرمى الزمالك، ولذلك خلينا نقول ان هو لعب 19 مباراة. ده لما جه طبعا في 11 واحد 2024 اول صفقة في الشتاء. 19 مباراة، لعب 1371 دقيقة، سجل فيهم 18 هدف وست تمريرات حاسمة. فدي كانت احصائياته، بان هو كان طلع وقال اتمنى تسجيل الزمالك. اه، طلع وقال كمان اتمنى دخول التاريخ والفوز في السوبر والتسجيل في مرمى نادي الزمالك. مهم. طيب كمان هو قال ان الهدف في الزمالك يعني بمقام اهداف كتير. تمام. كنت قلت لي قبل ما الهوا ان عندك تصريحات لعمر فرج. عمر فرج عمر فرج قال اتمنى ان ابدا بدايه مختلفه مع النادي الزمالك، واتمنى ان اسجل في الاهلي، ودي هتكون افضل بدايه ليا مع الزمالك، مم. لان التسجيل في المنافس المباشر في بطوله، خصوصا لو من وهذا مباراة واحدة يعني. ومن ماشي. مباراة وهذا يكون من مباراة واحدة، فهذا شرف كبير لأي لاعب جديد في أي نادي. شكرا عمر فرج، تصريح كويس بعيد عن اي حاجة. بمناسبة المباراة الواحدة، فهي يا جدعان المباراة لو انتهت بالتعادل ما فيهاش وقت اضافي. تمام، بركات ترجيح على طول. طيب خلينا كده. الأهلي او كمان طب قول. بمناسبة الاجتماع الفني بقى اللي أنت اتكلمت فيه، فالأهلي هيلبس الطاقم الأحمر الكامل، ايوه. والحارس هيلبس أحمر فاتح. مش اصفر يعني كالمعتاد. أحمر تمام فاتح. جدا. الزمالك هيلبس الطاقم الأسود، ده والحارس طب هل ده التيشيرت هيلبس الاول؟ بتاع الزمالك. لا، اوكي انا قلت كده برضه. مم. ما التيشيرت الأول أبيض فيه إيه أنت. لا لا، عشان الزمالك كان اعلن كمان 3 اطقم جداد يعني، ماشي فمتاكد. مشكلة، بس لا مش. وبالمناسبه يا جماعه، محمد طارق والحارس اللي هو عضو مجلس اداره الزمالك معترض عليهم. بس كده. عادي، الجماهير لا لو لا نفسها معترضة مش مشكلة، مالناش دعوة. لا، انا مش هكمل الكلام، ممكن على الهوا بحكي لك تفاصيل. كمل ما كمل. أنا عارف تفاصيل بس مش مشكلة. تمام كمل. المهم إنه كمان الحارس هيلبس آه، أسود وأصفر طيب بتاع عندك الزمالك كمان يعني. قلت لي تصريحات مارسيل كولر. كولر قال إن الزمالك فريق كبير، وإن الزمالك هو المنافس المباشر، وإنه إحنا بنمني النفس بالفوز بالسوبر، وإحنا يعني مش هنخسر السوبر زي المرة اللي فاتت. كمل كمل. وبعدين قال سألوه في أول المؤتمر عن التشكيل الأساسي، قال لا داعي اكيد ما قالش حاجه للتحدث طبعا. قال لا داعي للتحدث في التشكيل الأساسي، ما ده اكيد. وسنتركه مفاجأة للزمالك والجوميز. تمام. المفروض الحالة محايدة، بس في حاجات فعلا بتقال وبعد مثيرة للضحك كده يعني جم قالوا له طب إمكانية الإشراك قفشة وإمام عاشور الاتنين في الماتش. قال مم. لهم هذا السؤال بنفس المضمون ولن صح. أتحدث في التشكيل برضو. انتوا بتلفوا وتدوروا على نفس السؤال. لا طبعا. سنتركه مفاجأة وسترونه غدا، صح كده. وفي النهاية بالتوفيق للأفضل. تمام. طيب خلينا بان احنا ما عندناش قائمة في الاهلي. تصريحات لرامي ربيعة انا هنسمعها بس الاول بان ومحمد بس هاني ويحيى عطية الله، تمام. اللي قال لك إنه البطولة دي يعني نتيجتها لو طب استنى أي استنى، لاعب. خلي تصريحات يحيى دلوقتي عشان طب بس سيبها رجع. أوكي. اه إيه، قول. خلينا الاول بس عشان ما نتوهش من بعض. انا المفروض قلت لك، او يعني مفيش، احنا بنتناقش ان مفيش قائمة الاهلي.
فخلينا نقول ونعتبر ان قائمة الاهلي فيها صفقات الاهلي الجديدة، فخلينا نتكلم عنهم بقى. طيب الاهلي جاب مين؟ اولا اشرف داري، ده بيتميز قدرات دفاعية على افتكاك الكرة والاستخلاص دون مخالفات، كما انه يجيد لعب الكرات الرأسية وله مساهمات تهديفية. تمام، ده اشرف داري. طيب يحيى عطية الله، ده طبعا مركز ظهير ايسر، ويعتمد على قطع الكرات والتمركز في ظهر الجناح الايسر، ويقدم الدور الهجومي عن طريق الكرات العرضية سواء أرضية أو هوائية. وكمان صنع هدفين ضد آه، جورماهيا الكين في المباراة اللي فاتت طبعا، اللي كان لعبها قبل كده يعني مع الأهلي. طيب يوسف أيمن، ده بيلعب طبعا في مركز قلب الدفاع. هو ما شاركش مع الأهلي خالص قبل كده، ولكنه صاحب حضور قوي في قطع الكرات، ويتقدم للمساعدة الهجومية، وله 8 مساهمات تهديفية بقميص الدحيل وقطر. طيب آخر صفقة عمر الساعي، طبعا ده احنا جبناه من الإسماعيلي، وده بيلعب في مركز وسط الملعب الارتكاز. ممكن ما يكونش ليه دور كبير عموما في فترته الأولى، لأن في حلول كتير موجودة طبعا في الموقع ده أو المركز ده، ولكن هو خيار الفترات المقبلة إن شاء الله على مدار الموسم، لأن هو بيقوم بأدوار استخلاص الكرة في الوسط، ثم يزيد بالكرة للتمرير وصناعة الفرص أو التسديد على المرمى. تمام، دي كده الأهلي. قبل ما أكمل بس أروح للزمالك، فأنا عايز أقول في رأيي أنا كولر هيكون معاه من الصفقات الجديدة في الأهلي في قائمته اللي ما أعلنهاش يحيى، ده أكيد لأن ما عندوش غيره، وأشرف داري لأن هو الأجهز، ويوسف أيمن طبعا أكيد مش هيكون موجود، ولا هو ولا عمر السعي. كان نفسي أسألك طبعا يا محمود تعليقك على القائمة بشكل عام، لكن هو أصلا مفيش قائمة، لكن تعليقك على ملامح القائمة. هتكون قائمة حلوة، يعني هتكون قائمة لذيذة. يعني قائمة الأهلي كسكواد كده كده سكواد محترم. تمام، الزمالك بقى نقول صفقات الزمالك. هو كده كده القائمة موجودة، بس يعني للعدل زي ما عملنا هنا نعمل هنا بقى. طيب دعم في راس الحربة، بس قبل ما أقول دعم في راس الحربة، الزمالك لعب مباراة ودية مع فريق الشباب بتوعه، كسب 4-1. في الدقيقة الثالثة سجل محمد حمدي على طول. في الدقيقة 14 سيد نداي أو سيدي نداي، أعتقد هو اسمه سيد نداي يعني، ده لاعب سنغالي. ده سجل، ده وده هيكون سجل موجود، تعادل. ما أنا ده هيكون موجود. هقول لك دلوقتي. أنا أعتقد ده مش في ده القائمة يعني. مش في القائمة، ده سجل، ده 2005 فأتأيد تحت السن. تمام. طيب كده 1-1. بعدها في الدقيقة 55 سجل البولندي ميشالاك، وكمان سجل عمر فرج. دول الثلاث أهداف اللي قدرت أوصل لهم تخص يعني الفريق الأول الزمالك. مش عارف بصراحة مين سجل في الهدف الرابع، ولكن هو الماتش كان 4-1. شركة أورا ديلو ثانية واحدة، ديفلو باريز ايجيبت. ورا ديفلو باريز ايجيبت، دي شركة تطوير عقارات، هي قررت تكون هي الراعية لكأس السوبر الأفريقي، وده مش أول تعاون، مش آخر تعاون بينها وبين الكاف، وهي مش آخر تعاون يخص الكرة المصرية. تمام، ماشي. نرجع بقى لتفاصيل الزمالك. دعم راس الحربة بثنائي جديد الفلسطيني عمر فرج
ده واحد من العناصر الأساسية أصلا في منتخب فلسطين، وبيقدم أدوار المهاجم الصريح القادر على التهديف بالقدم أو بالرأس، وكمان بينما بخبرات أقل مفعم بالشباب والحيوية. السنغالي سيد نضاي، ده مقيد تحت السن زي ما قلت. برضو الفارس الأبيض ضم ثنائي جديد في مركز الظهير الأيسر. محمد حمدي أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، ويقدم مساهمات تهديفية مميزة ويملك مهارة التسديد على المرمى. ثم محمود بن تايك الذي يريد الجوانب الدفاعية بشكل أكبر، لكنه أيضا يمكنه تقديم الإضافة الهجومية. كومراد ميشالاك، ده السهم الذي ينطلق من الناحية اليسرى، ويمكنه أن يوجه الكرة على يمينه ويسددها على المرمى، أو يدخل إلى منطقة الجزاء لمتابعة الكرة على القائم البعيد. وعادة يمكنه أن يهدف من أي جانب بالثلث الأمامي، سواء من اليمين أو اليسار أو حتى العمق. فأعتقد هو لاعب كويس. بس في حاجة أنا عايز أقولها، مش عارف تتقال هنا ولا لأ. احذروا من محمود بن تايك. أنا قلت كلام إعلام مبدئيا يعني كده، بس مش عارف قلت حاجة عكس بعضها دلوقتي، بس أوكي عشان مش هندم. اللي قلت كان كلام إعلام. تعالى المفروض بصوا على يا صفقات جدعان، الأهلي والزمالك. الواد ده محمود بن تايك يا جدعان هجوميا اكتر. بس باك شمال يعني عايزين نقول إيه؟ ده كلام إعلام، بس ده عادي، الوحيد زي اللي أنا يحيى قلت كان إن أنا بيلعب راس بتكلم حربة في فيه. ماتش جورماي عادي جدا يعني، سيبه. لا لا، يعني أنا اللي أنا قلته كله ده كان تمام، بس هو كلام الإعلام ده بس في محمود بن تايك يعني. ما دي الصفقة الجديدة. معلش يا جدعان. هل تمام. هنشوف بكرة ولا عمر جابر زي ما قال جوميز؟ محمد حمدي. شكرا. انت سألتني انا هجاوبك. يلا اتفضل كمل. طب يا جماعه، محمد شريف كان من رأيه ان الاهلي هو اللي هيفوز على الزمالك، وده كان رأي احمد بلال وكان رأي ناس كتير. تعال نشوف كده جilberto قال ايه. تمام. بدأ كلامه تصريحات قال فيها: أؤمن تماما بفوز النادي الأهلي على حساب الزمالك في كأس السوبر الأفريقي. تابع جilberto يحيى عطية الله على وعلي معلول: كل لاعب منهما لديه الأسلوب الخاص به، وسندعم عطية الله ليقدم أفضل ما لديه خلال تواجده بالأهلي. طيب، نقول قيمة الزمالك قبل أن نكمل. اتفضل قول قائمة الزمالك وخليني أقيم لك لاعب لاعب فيها من حيث الأداء طب يلا بينا. الإجمالي. محمد صبحي، 6. محمد عواد. معرفش. بالمناسبة الاثنين جددوا مع نادي الزمالك. محمود ماشي الشناوي، يعني 5. هو لبس يعني، هو لبس الواد كويس، بس يعني مش بس هنتناقش في حوار زي ده، مش عايزين مش نتناقش. خلينا قايم كده. عمر جابر، احنا كده في الدفاع ها. عمر جابر. 7. حمزة المسلوسي. 8. محمود حمدي الونش، وسؤالك هنا هل هيلعب ولا لا؟ لا، طب كمل تقييم. ما هو مالوش تقييم. صفر. مش لا هيلعب. برضه مش 0. لا بس يقيم لانه لا يلعب. ربنا طيب يوفقه بقى. هو ماشي. لسه نازل. بس هو انا ما اعرفش هو هو ليه خده هو معاه، بس هو يعني تمام. رجع من الإصابة، هو بدأ ينزل تدريبات تمام من أول الشهر اللي فات، الشهر ده. بس مش هيجي يلعب ده هنا مش يعني. هيجي يلعب. ماشي. حسام عبد المجيد، وانت قلت انك عندك تصريحات ليه، فقيمه وقول تصريحاتك في الآخر. 6.5. انزل بالتصريح. قال ان هو يأمل في فوز
نادي الزمالك في السوبر، وهو هيكون مسؤول عن تأمين ده للزمالك، تمام. ويعني إن الجماهير تستحق إن هم يجيبوا لهم بطولة. طيب هل عندك تصريحات تانية عن أي لاعب من اللاعبين اللي قلتهم قبل كده غير عمر لا جابر؟ لا. طيب هنكمل وتقول التقييم، ولو في تصريحات قولها. أوكي. طيب مصطفى الزناري. لا لا لا، 4. لا لا لا، 4. سؤال بريء، فنيا ولا أخلاقيا؟ 2. أوكي. أحمد محمود العائد من الإعارة من درجونة. مش هقيم. ليه؟ هو ده كان مش هيلعب؟ لا لا مش هيلعب ولا من لا إيه؟ مش هيلعب. مش تقييم. طيب محمد حمدي. 9. يا نهار أبيض، ده ما لعبش أصلا يعني. محمد محمود اللي كان بيلعب في الجونة مش تقييم. ماشي، شكرا لحضرتك. محمود بن تايك. يعني ما اعرفوش، شفتوش يعني. الواقعية. نفسي أسألك سؤال بريء تاني بس مش هينفع، يلا بينا. اسأل سؤال بريء لو عايز. طيب كلام إعلام ولا مش عارفه بجد؟ أصل مش أنت عارفه بجد. كأهلاوي شفته أكيد كتير بيلعب قدام الأهلي، لا، ما هو صح؟ انت لو هتكلمني على ان انا شفته بيلعب قدام الاهلي، فالاهلي لما اي حد بيلعب قدامه بيظهر بمظهر مش حلو. اسكت. شكرا لحضرتك. خط الوسط، نبيل عماد دونجا. 9. شكرا لحضرتك. بس 9 فنيا. حب الناس اللي تهرب من الأسئلة البريئة. انا تمام. بجاوب على اسئله البرية من قبل ما تسال اهو. زياد كمال. مظلوم هنا. ده في التقييم ده ولا ده ايه؟ ده مش فاهم. هو مظلوم في النادي هنا عامه. 7. مطلوب في النادي ولا ظالم للزمالك؟ سؤال بريء. بص، العقد ظالم للزمالك، اللاعب مظلوم في النادي، شكرا وانبي ظالم لحضرتك. الاثنين. يا ابني اسكت. معلش يا جماعة، هو يعني لازم أسئلة زي دي، لازم. بعد احنا بقالنا كتير مش موجودين، فأسئلة تلميحية. طب بتعمل طيب، انا مش هخبي على يعني بص، انا بعيد كل البعد على اني اخبي حاجه. تمام جدا. محمد شحاتة، اللي تم شراء أه... تعاقده بالكامل والدفع الزمالك مليون جنيه ل لا 30 مليون قصدي. 30 9. مليون كلام إعلام، 15 مليون كلام بجد. طيب 9 مظلوم من جوميز. 9 وده مظلوم من جوميز جدا. شكرا. محمد السيد. آه بس خلاص لا ما. لا لا لا، ملوش تقييم. ليه؟ لاعب كويس. لا مش ده مش كويس. سؤال، دي إجابة مش يعني، دي يعني إجابة. لاعب عايز ياخد خبرة زيادة يعني. ماشي بس لاعب كويس، ما أنت كان عندك لعيبة زي كده. ليه ولا أمل، محمد عبد الله ده إيه يعني؟ ليه مستقبل، ليه مستقبل. ماشي طيب. عبد الله السعيد، 10. ومن غير أسئلة بريئة يعني. 10. شكرا. ناصر ماهر. 10. شيكابالا. وسؤال بريء عادي يعني، ما فيهوش حاجة، 8. تقييم عادي. تمام. 8 ليه 8؟ عشان شيكابالا لو حتى أسوأ لاعب في الملعب فهو عنده روح. لا أنا مش قصدي ليه مش أكتر 8. ليه مش ليه أكتر؟ 8 بس؟ لا 8 بس لأنه لا يمتلك القدرة على إنه يكمل 90 دقيقة، ولياقته البدنية مش الواو قوي، ولكن هو يمتلك خبرة وتقديم بعض الأشياء. آه طيب. مصطفى شلبي، الغير جاهز فنيا من وجهة نظر. 5. ده ما يأثرش، مش لسه أقول لك ده ما يأثرش على التقييم. ماشي. أحمد مصطفى شلبي مصطفى مركز زيزو. في لا في لا، الليزر. يعني خلينا في التقييم. ما هو لو مركزش في الليزر هيكون جاهز فنيا. أوكي طيب زيزو. غير محظوظ أصلا في الماتشات دي، بس مم. كتقييم يعني اديله 8 ونص. أنا أصلا كمشاهد الحلقة مش لاقي تعليق على اللي أنت قلته. كومراد ميشالاك.
اعتقد هو هيلعب مكان مصطفى شلبي يعني. لا اعتقد مصطفى هيلعب، بس كونراد مش لا انا هيلعب. قلت ايه الغير جاهز من وجهة نظري، فلو مش هو معلش، يعني لو هو هو مش جاهز يبقى ده اللي هيلعب. جاهز من وجهة نظر جوميز. ماشي هنشوف يعني. طيب بالنسبة لمشاريع، هو هيكون لاعب كويس، تقييم عام ده. بس ما اديلوش تقييم، انا ما اوكي. شفتوش. الجزيري. 7.5. ليه؟ مش هو بقاله كذا ماتش كده مش يعني. رأيك انت صح. خلاص مش هقول حاجة تانية. مظبوط. عمر فرج. ما ينفع شفتوش، اقيمه؟ بس اتمنى له التوفيق. اقيمه انا 6 من 10. اكتب كده. ماشي. طب حسام اشرف العائد من الاعارة من بلدية المحلة. ما هو انا لو هو هديله على البلدية فاديله 10. طيب هو زميله ماجد هاني اللي ليه قصة ورواية ومش موجود هنا، ومش هقول لي مش موجود هنا وخلينا ما نتكلمش. لو عايزها بعد الهوا قولها لك. مش عايز حاجة دلوقتي. اسكت. تمام. ناصر منسي اللي بالنسبة لي زي ياسر. ما اسكت خلاص. ده على فكرة أنا بحبه جدا يا جماعة، بس بس هو مظلوم هنا برضه على فكرة، مش مكانه يعني. طيب. او يعني هو الظروف مش مساعداه. طيب تيجي نشوف رئيس الكاف ماذا قال. لكن قبل ما أقول لك ماذا قال، يا ريت هل عندك سبب غياب أحمد فتوح أو منعه من السفر؟ النيابة والتحقيقات. مم. ده إجابة بريئة. طب خلينا نجاوب الإجابة اللي مش بريئة خالص. انا ماليش دعوة. اللجنة قالت للزمالك، اللجنة الأولمبية قالت بس له انت هتقول اللي انا ما تكملش خلاص، كفاية الإجابة وكمل كلام. طب يا جدعان، فكك. اللي عايز حاجة يكتب في التعليقات، أو اللي معاه رقم يجي يسأل. تمام. عشان اللي انت هتعمله ده مش. طيب. هتقول لي اللجنة قالت للزمالك، انا عارف ان اللجنة قالت للزمالك. ما أنا بقول لك سؤال، أنت كله جاوبت إجابة الإبرة بريئة. المخرومة بتخر على دماغ صاحبها. أنت جاوبت واللي إجابة يفهم بقى، بريئة. جدعان الإبرة المخرومة بتخر على دماغ صاحبها، ماشي. واللي يفهم بقى يا جدعان خلصنا. انا ماشي كده ماشي. وضحت والدنيا انتهت. بصوا يا جدعان عشان بس عارفين برضه كل إيه. واحد يشيل شيلته، يا ماشية كده. لا لا، أنا عشان بس برضه أكون عملت اللي عليا يعني أقول انت لكم. كده هتقول له. لا لا. طيب. بصوا، الزمالك هو السبب. كان في إيده ياخد فتوح معاه ويحقق رغبتك يا عم جميس. تمام. بس هو إيه، رفض. تمام. طيب. طب خلينا نقول التصريحات بتاعة رئيس اتحاد الكرة الأفريقي. طيب. قال لك إيه؟ وجود الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يجعلني فخورا، وأنا أحب الأهلي والزمالك، وكنت أشجع محمد أبو تريكة وهو لاعبا في الأهلي. وأضاف: قادة الأهلي والزمالك متميزون. كرة القدم المصرية تملك آه... لحظة واحدة. تمام. قادة الأهلي والزمالك متميزون. كرة القدم المصرية تملك طرازا جيدا من اللاعبين، وأرى أن مصر يجب أن تنافس في كأس العالم لأنها تملك مواهب عديدة. أه... وانظروا ما قدمته في التاريخ. حتى كل المنتخبات الأفريقية قدمت أداء مميزا في كأس العالم، مثل تونس ونيجيريا والمغرب والجزائر. وواصل رئيس الاتحاد الأفريقي بشكل شخصي: فخور بالأهلي والزمالك بما قدموه في الموسم الماضي للكرة الأفريقية. وعن زيادة الجوائز قال: زدنا بالفعل من جوائز السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والشيء الأول الذي فعلته عندما أصبحت رئيسا للاتحاد الأفريقي هو أنني زدت من الجائزة، لأن الأموال يجب أن تذهب
للأندية الفائزة فقط، وبالتالي كرة القدم ستكون أنجح. وانتقل للحديث عن الفائز بكأس السوبر الأفريقي القادم بين الأهلي والزمالك، معلقا: كرة القدم الأفريقية والمصرية ستفوز. أنا فخور للغاية بالأهلي والزمالك، لا يمكننا الاختيار بينهما والفريقان لديهما تاريخا رائعا. تصريحات عادية. طيب، كيفن جونسون لو فاكرينه برضو اتكلم تصريحات برضو: نعتقد أن الأهلي سيفوز بكأس السوبر الأفريقي لأنهم كانوا آه... لحظة واحدة. هذا الشخص هو مساعد موسيماني. أيوة، لأنهم كانوا منسجمين ومميزين هذا الموسم، ومارسيل كولر قام بعمل جيد للغاية مع الفريق. أضاف: لم أشاهد أي مباراة للزمالك، لذا يصعب علي التحدث عن أدائهم، ودائما ما أسمع عنهم أخبارا غير جيدة. تابع: على ليه مستوى بتعمل كده؟ اللاعبين ليه بتعمل كده؟ ليه يا اسطى على بتعمل يعني على ليه يا بابا؟ اسكت يا ماشي. عم. على مستوى اللاعبين، أرى أن الأهلي سيكون قويا في خط الوسط، كما أن لديه الشحات وتاو الذين يسجلان الأهداف. وأتم: أما طب فين بالنسبة وسام؟ للزمالك، فين وسام يا ابني؟ خط الوسط، أنا خط الوسط. وتوش حبة وخطر. ماشي. ماشي. فأما بالنسبة للزمالك، فأنا دائما من كبار المعجبين بأحمد زيزو، لكنني أعتقد أن الأهلي سيفوز بلقب. شكرا لك يا عم كيفن. ردا عليه، يعني هو مش هو رد عليه بالنسبة لي، لأن أنا يعني أنا إيه رتبتها كده. فهقول لكم تصريحات زيزو دلوقتي: ستكون المباراة قوية للغاية، لأنها ستجمع بين أكبر فريقين في قارة أفريقيا، وهدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم ممتعة تليق بالكرة المصرية. كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يعملون مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا اللقب. أكد زيزو: أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء واستغلال كافة الفرص واحترام المنافس، لأنه يتمتع بتاريخ كبير وعريق. هدفنا تحقيق اللقب، خاصة أن الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج. وأنا ردت عليك في حتة زي دي على الهوا يا محمود، فاكر؟ نكمل تصريحاتنا عادي ولا كأن قلنا حاجة أصلا. وسيساندنا أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا سيكون إسعادهم. أوضح زيزو: هدفي كلاعب هو التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك. سبق وأن حققت هذا اللقب عام 2020 بعد الفوز على الترجي التونسي، وكان ذلك اللقب مختلفا بالنسبة لي، وأتمنى تحقيقه مجددا، لأنني أرغب دائما في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك. أشار زيزو: الأجواء في المملكة أرينا ستكون رائعة، وسيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضا، لأنني كما قلت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الأفريقية، وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية. أضاف لاعب الزمالك:
جماهيرنا متعطشة لهذا اللقب بكل تأكيد، وهدفنا التتويج بالبطولة، وخاصة هذه النسخة لأنها أمام الأهلي وسيكون لها طعم مختلف. وتابع: نادي الزمالك معتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الأفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية منذ انضمامي للفريق عام 2019. استطعت تحقيق كل البطولات المتاحة والتتويج بها. ووجه زيزو رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه في موقع اتحاد الكرة الأفريقي. قال: أقول لمشجعين سواء الذين سيحضرون المباراة أو الذين سيبقون خلف الشاشات إننا بحاجة لدعمكم في الوقت الراهن، وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله يتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي. حلوة التصريحات دي. لذيذة. طيب، فين جادة في تصريحات عبر قناة المحور قال لك باتستوبر ستجمع بين أفضل فريقين في القارة الأفريقية عن الموسم الماضي، وأضاف: الزمالك هو الذي أحبه وفتح لي الأبواب للتواجد في مصر. محمود، واخدتك من التصريح ده؟ تمام، ركز في اللي بعده بقى. وتابع: الأهلي هو بطل الدوري ويمتلك أداء ثابت ولديه مستوى مختلف ويلعب في مسابقات كبرى، لذا هو المرشح الأول إلى حد ما لحصد السوبر، ولكن أي نهائي بطولة تكون نسبته 50-50. طيب، حاجة من عندي كده عشان أنا ما حبيتش أجيبها لكن هقولها. هو كمل تصريحاته وقال لك: أنا مع سلسلة التدريب، أنا يعني لو في نادي عايزني أنا موجود. يعني أنا كنت كمان هدرب الزمالك من فترة بس ما حصلش، ما أعرفش ليه ما حصلش. اسألوا أقولها، يلا. اسألوا عبد الله جورج وحسين لبيب، هم عارفين اللي ما حصل. شكرا جدا يا عم. اسأل أحمد دياب واسأل عبد الله واسأل حسين لا لا لبيب. لا، مالناش دعوة، احنا نسأل أحمد دياب دي. يا عم خلي- اتنين واحد. خليها في وقتها، خليها في وقتها. طيب، روحوا اسألوا عبد الله جورج يا حضرة السادة المشاهدين. سريعا كده قول لي تصريحات الباقي عندك عشان نختم ده الجاي بالإحصائيات. أستاذ رامي ربيعة قال لك: أتمنى التسجيل غدا في الزمالك لإكمال مسيرتي التهديفية وإسعاد الجماهير. شكرا. ومحمد هاني قال لك: السوبر القادم أمام الزمالك لنا، حتى ولو كان الزمالك المنافس المباشر، ويجب التعلم من خطأ الماضي في البطولة الماضية. طيب، في تاني؟ أما يحيى عطية الله فقال إنه اللقاء أمام الزمالك ذو طعم مختلف، ومحمد هاني كمان قال إن اللي هيكسب هو اللي هيكون بذل مجهود وعرق أكتر. طيب، ماشي. أما يحيى فقال: أنا اللقاء أمام الزمالك ليه طعم مختلف، وأنا لعبت قدامه في أفريقيا المفروض كتير، وبعدين أنا البطولة دي ليها نتيجة مضاعفة معايا لأن أنا ما كسبتهاش خالص، فعايز أكسب البطولة السوبر دي. لو كان اللاعبين كلهم عايزينها بنسبة 50، فأنا عايزها بنسبة 100% عشان دي البطولة اللي ما خدتهاش. وبشكر الجماهير على دعمي في بعد لقاء جرماهيا، وبالتوفيق. طيب، في إحصائيات؟ هل في عندك تصريحات تانية؟ لا. طيب، تعالى كده نروح مع بعض ترانسفير ماركت. تمام، ونشوف كده معتز الشلماني اللي هو الحكم أدار مباراتين للأهلي، أو كان الأهلي طرف يعني فيهم، كلهم كانوا فين؟ في دوري أبطال أفريقيا سنة
2023. طيب أكيد طبعا مثل أنت هتفتكرهم طبعا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبي بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع النهائي. طيب اللقاء الثاني فاز بالمارد الأحمر على الوداد المغربي 2-1 في ذهاب النهائي. طيب تيجي للزمالك، أدار مباراة واحدة للزمالك كانت فين؟ في النسخة نفسها برضو بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 2-0. كان مين؟ أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات. تمام كده؟ طيب من المقرر ان قنوات ام بي سي مصر هي اللي هتنقل، ام بي سي مصر 1 وام بي سي مصر 2 هم اللي هينقلوا المباراة بتاعة السوبر الأفريقي بين نادي الأهلي ونادي الزمالك برعاية موسم الرياض. شبكة قنوات ام بي سي قالت إن النقل التلفزيوني للمباراة سيشهد تخصيص 26 كاميرا مختلفة موزعة على جميع أنحاء الملعب، تتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، هذا بالإضافة إلى عدة كاميرات موزعة خارج الملعب. وأضافت القناة في بيان رسمي أنه سيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الأهداف والألعاب المؤثرة بأعلى تقنيات البث المختلفة وبتقنية سينمائية. وأوضحت كمان أنه سيتم توفير 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين. واحتفالات المقرر أن يتولى إخراج المباراة كمان مخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخ سنة 2023 و2021 و2020 2014 كمان. وأشار البيان إلى أن قنوات ام بي سي مصر ستبدأ في تقديم التغطية الخاصة بالسوبر الأفريقي قبل المباراة ب3 ساعات كاملة، يعني من أول الساعة 6 مساء. وسيقدم الاستوديو التحليلي إبراهيم فايق وحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وسيتولى التعليق الصوتي على المباراة كل من مدحت شلبي وفارس عوض. خليني بس اخد كم تصريح تاني وبعدين هقول حاجات تانية. حسام البدري كان قال في تصريحات برضو بطولة كأس السوبر الأفريقي مهمة وكبيرة بكل تأكيد على مستوى القارة. لحظة واحدة. آه، لحظة واحدة. ايه؟ طيب نقول التصريح من الأول. بطولة كأس السوبر الأفريقي مهمة وكبيرة بكل تأكيد على مستوى القارة، وزادت هذا العام متابعة وأهمية وإثارة بتواجد الأهلي والزمالك آه، كمنافسين على اللقب. وأضاف البدري الأهلي حظوظه أوفر للمباراة أمام الزمالك وأداه استقرار أكثر وقام بتدعيم الفريق وفقا لاحتياجاته الحالية. تابع كمان تدعيمات الزمالك تختلف عن الأهلي على المستوى الفني ويجب رؤيتها بالملعب من أجل الحكم عليها. استكمل الأهلي يملك لاعبين جيدين، وهذا الأمر يساعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل كبير من أجل تحقيق نتائج جيدة. وأتم البدري حديثه مباراة السوبر الأفريقي سيكون لها تأثير كبير على ارتباط وقناعات جماهير الفريقين بالثنائي مارسيل كولر وجوزيه جوميز المدير الفني للزمالك.
آه طيب بصوا، في الأسلوب التحليلي الافتتاحي، الإعلامي إبراهيم فايق قال حضور كل من سيد عبد الحفيظ، محمد بركات، إسماعيل يوسف، والبرازيلي فيليب سوكالاري، ده قاد السيليساو إلى التتويج بكأس العالم 2002. آه باتريك فييرا هو اللي هيحلل مع أحمد عفيفي وأحمد عز وتامر بدوي مباراة الأهلي والزمالك عبر الاستوديو الرئيسي لنهائي كأس السوبر الأفريقي. طيب، وأبرز اللقطات التحكيمية بحضور الحكم الأسباني السابق ماثيو لاهوز. طيب، آم، بكده يكون انتهى الجزء ده من المباراة، ونلتقيكم في الجزء الثاني وهو الأهم.